السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو أخواني الكرام سأحدثكم عن رقم مهم جدا بأدلة قطعية لا شك فيها، يعني لا يمكن لأي أحد أن يشكك فيها، حتى الذي لا يؤمن بالله أو الذي لا علاقة له بدين الإسلام لا يمكن أن يشكك فيما أقول فيه بإذن الله، لأن هذه الأشياء ملموسة وظاهرة أمام كل الناس. فنحن دائما يعني لما نحلم أو نرى، لا نقول نحلم، ما شاء الله الأحلام تأتي من الشيطان والرؤى الصادقة من عند الله. فنحن لما نرى شيئا إخواني الكرام نستغرب أحيانا لبعض الرموز الغريبة، كأن مثلا نرى رقما يتكرر علينا في المنام، أو نرى عددا، أو نرى مثلا الرقم 990 735 وغيرها. فإخواني الكرام، من أفضل الأرقام التي تدل على السعادة، تدل على تيسير الأمر، تدل على أن الفرج قادم لا محالة، تدل على فك السحر، تدل على نهاية الظالم، تدل على زواج العانس، تدل على غنى الأرملة والفقير والمحتاج وغيره. كل هذه الأمور وغيرها التي لم أو حوصلها ولم أذكرها، ألا وهو الرقم 7. الرقم 7 مميز جدا عند الله، وله تأثير إيجابي كبير جدا في حياة الإنسان. فأحيانا بعض الناس يكثر عليه رؤيا الرقم 7 في منامه، كما أنه لو يعطي شوي اهتمام لبعض التفاصيل التي ربما هو لا يعيرها اهتماما، سيرى أن الرقم 7 يتكرر عليه، كأن يراه مثلا مكرر في أرقام سيارات، كان يراه مثلا مكرر في رقم شارع، في رقم بيت. يعني هو لا يبحث، لكن يكون يمشي في طريق، ذاهب لعمله، ذاهب في نزهة، فيتكرر عليه رقم 7 حتى في أرقام أخرى. مثلا رقم سيارة يرى فيه 7 3 4. هذا الرقم إخواني الكرام دليل على الفرج العظيم إن شاء الله. فالرقم 7 ذكر لفظا وتفصيلا ومعنى 24 مرة في القرآن الكريم، وهو يعتبر الرقم الثاني بعد رقم 1 ذكرا في القرآن الكريم إخواني الكرام. لو نلاحظ إخواني في عديد من الصور، فمثلا في سورة البقرة الحبة التي تنبت 7 سنابل، وفي كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، حتى لو حسبناها ستكون 700 حبة. يعني الرقم 7 موجود ومكرر. لو ترون إخواني الكرام في سورة يوسف عليه السلام أنها مثلا يعني 7 بقرات عجاف يعني يأكلن 7 سمان، والسنابل الصفر والخضر 7 7. لماذا 7 بالذات؟ لماذا إخواني؟ لماذا الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تستغفر لهم 70 مرة في سورة التوبة فلن يغفر الله له؟ يعني لماذا؟ لأنه شيء مؤكد، لأن 7 رقم مؤكد جدا أنه يعني لا رجوع فيه، وأنه فيه قضاء الله. يعني إذا رأيته فاسعد، لكن إذا كنت ظالما انتبه لنفسك. مثلا نعطيك بشيء بسيط، مثلا تسوية السماوات 7، خلقها 6 أيام ثم استوى بعد على العرش، يعني اليوم سكن مستوي. عدد أيام الأسبوع ألا تكون 7. عيد المسلمين في اليوم السابع ألا وهو الجمعة. يعني كل هذه إخواني لا تكون أدلة، نزيدكم أدلة. الطواف ألا يكون 7؟ السعي بين الصفا والمروة ألا يكون 7؟ ألم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعلم أولادنا في سن السابع الصلاة أم لا؟ هذه ربما تقول لي أنت ليست أدلة. نذهب إلى الأمور العلمية. كم يوجد عندنا من بحر؟ تمام. عدد المعادن التي موجودة على الأرض كم؟ ابحثوا، أنا لن أقول شيء. عدد النجوم الأساسية، النجوم الأساسية الموجودة في الكون هذا كم؟ أليست 7؟ أنت وأنا وغيرك إلا الذي كان عليه ابتلاء، أصم أبكم أعمى والعياذ بالله، يعني أليس عند الإنسان 7 حواس؟ كل هذا ولا يكفي إخواني الكرام. إذا لم يكفي هذا لا أظن أن الناس استفادت. فلهذا إخواني الأعزاء رقم 7 سعيد من رآه في منامه، سعيد
ولن يشقى بإذن الله. عليه فترة من حكم الله في الابتلاء ثم تفرج عليه بإذن الله. أبشروا إذا رأيتم هذا الرقم. سيكتب لي بعض التعليقات أني رأيت ورأيت 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 ورأيت. شوف نفسك تستحق أن ترى رقم 7 أم لا في المنام، وأنت أعلم. شكرا لكم على المتابعة.